إخواني الإنسان إذا كان شاف واحد من أصحابه بدا يتشيع ولا يمشي مع الشيعة ينبهه، لأن احنا أغرار السذج ما نفهموش، ما ناش عارفين يدور الشيعة، لأن يقول لك دولة إسلامية حكومة إسلامية، شكون ما يبغيش الحكومة الإسلامية؟ يجوهم من هذا الباب هذه. شفت كيف؟ بينما عندهم عقائد فاسدة، وإذا كونوا دولة نرجو من الله لا تكون لهم دولة إن شاء الله، ولا تقوم لهم قائمة، ولا يرفع لهم راية إن شاء الله، ولا تكون لهم ولاية. واش يديروا في كتبهم؟ يقولون إذا رأيت اليهودي فاتركه فله ذمة في كتاب الله، وإذا رأيت النصراني فاتركه فله ذمة في كتاب الله، وإذا وجدت السني فاقتله فليس له ذمة في كتاب الله. يعني احنا اللي رانا نقولوا نبغوهم، رانا غافلين بزاف. فيقوا أيها الشباب، فيقوا خاوتكم. والله لو تكونوا لهم دولة وإن شاء الله ما تكونلهمش دولة. والله يقول لك القدس كذبوا، يروحوا القدس هم الطائرات اللي كانوا يضربوا بها العراق كلها مهندسين إسرائيليين. شفت كيف؟ كلها الهندسة بتاعها والتقنية بتاعها وقطع الغيار بتاعها كلها من إسرائيل. لأن كما قلت لكم أنا مقبل ما تنساو شيء، جذور اليهود مع جذور الشيعة جذر واحد، شجرة هكذا. اليهود راحوا منا والشيعة راحوا منا، ولكن الأصل واحد، لأن الذي صنعها هو عبد الله بن سبأ اليهودي اليماني. لذلك إذا بغيت تهيج واحد شيعي وتهبله وتشوفوا كيفاش، قل له تعرف شخصية في التاريخ واسمها عبد الله بن سبأ، يغضب يقول لك ما كاينش. علاش؟ لأن إلا قال لك كاين، قل له هذاك هو جدكم اللي دار لكم العقيدة، ينكروه يقولوا ما كاين شيء. ودخل معهم حتى طه حسين كالخولو لما كان كاتب عربي كبير، كالخولو وقال لهم قضية عبد الله بن سبأ هذه افترها التاريخ الإسلامي وأدخلها في طياته، فليس لها علاقة بالتاريخ الإسلامي. بينما كما قلت لكم التاريخ الموثوق به، التاريخ المعتمد اللي هو تاريخ ابن كثير وتاريخ ابن جرير، وكذلك كتب ابن القيم وابن تيمية، العلماء السنيون الذين يعتمد بقولهم كلهم جابوا الشخصية، أصبحت متواترة. لأن الأمر المتواتر ما يجبوش يكذبوا فيه الناس. حاجة كما هذه جاية من الإمام علي حتى الذكر فيها كذب، نقلها جمع عن جمع حتى لحقت لنا، نقول احنا هذه يقول لك هذه مكذوبة. لأن الشيعي يمتحن نقول له فيه هناك شخصية واسمها عبد الله بن سبأ في التاريخ الإسلامي، يقول لك ما كاينش هذيك، يغضب يقول لك هذه كذب، انتم جبتوها انتم دخلتوها. لأن إلا قال لك كاين قول له هو اللي دارها لكم، هذاك هو اللي كون لكم العقيدة الفاسدة، وهو اللي كون لكم عقيدة التشيع اللي هي فرع من اليهودية وفرع من المجوسية. فهمت الآن؟ إذا المذهب بتاعنا الحق الذي ندين الله به، ونرجو الله تبارك وتعالى أن نموت عليه حتى نحشر مع صاحبه اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، هو مذهب أهل السنة والجماعة. وسائر المذاهب وعلى رأسها الشيعة كلها مذاهب كافرة، وبالأخص الشيعة. قلت لك العلماء تاعنا المحققون قالوا هم أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى، لأن يهودي ونصراني باين هاوليك، هذاك في الكنيسة وهذاك في البيعة. أما هذا يقول لك لا إله إلا الله محمد رسول الله ويجي معاك، يدخل الطواف يطوف معاك، يدخل الصلاة يصلي معاك، لما يقول الإمام الله أكبر يخرجهم ونساءهم الجراحين. وشفتهم يقف الحج اللي يدخلوا ناس يتجلسوا كراع بكراع ويتكيف لداخل الحرم، هذا تقول عليه أنت مسلم؟ طيب يا سيدي بغيت تتكيف روح للبحر وتكيف. علاش تمشي فينا وتحرقنا قلوبنا وتجلس داخل الكعبة والإمام يصلي وتتكيف؟ واحضر معاك انت، احضر معاك سيدي، ودخل انت. مين عين يدخلوا الإيمان؟ وين يجي الإيمان؟ مين يدخل؟ راهم الناس كفرة، ونقولها وانا عارف واش نقول، لأن قريت كتب الأوائل وقريت كتب الأواخر وعشت مع علماء أجلاء كبار
كما الشيخ بن باز، كما الشيخ ناصر الدين الألباني، كما الشيخ العثيمين، كما الشيخ أبو بكر الجزائري، الله يبقي في عمرهم إن شاء الله كلهم وربي يبارك فيهم ويبقوا دعاة الإسلام. هؤلاء كلهم يلعنونهم ويقولون لا حظ لهم في الإسلام. هذو علماء توأنا، هذو خافوا الله باش يروحوا يكفروا مؤمن، وهي تكفير المؤمن صعيب. إذا قال الإنسان لأخيه يا كافر ولا يا منافق فقد باء بها أحدهما، إما الكفر يكون صارح فيه وإلا ينقلب على صاحبه. ما يسلك حتى واحد منها، إما صاحبك هذاك يكون كافر صحيح يثبت فيه الكفر، وإلا ما كانش كافر يرجع صاحب، يرجع له إلى قائله. لذلك هؤلاء الناس لا حظ لهم في الإسلام، لأن قرآنهم غير قرآننا، وأصولهم التي يستمدون منها الأحكام غير أصولنا، ما يستعرفوش بالفقه تاعنا، والسنة تاعنا اللي احنا نستن بها ما يستنوش بها هم، ويخالفون في كل شيء. إن بعض الناس يقول لك لا احنا نختلفوا في الفروع، نختلف في الفروع وفي الأصول، لأن القرآن أصل، القرآن أصل ولا فرع؟ خلاص. مادام يقول لكم انتم عندكم قرآنكم واحنا عندنا مصحف فاطمي في صورة الولاية زايدة وفي بعض الآيات داخلين في الوسط، شفت كيف؟ أما التفاسير فحدث عن الكفر ولا حرج، تفاسير تاعهم حدث عن الكفر ولا حرج. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، رب سبحانه قال بني إسرائيل سيدنا موسى قال لهم أذبحوا بقرة. علاش يذبحوا بقرة؟ قبيلة مع قبيلة تضاربوا، واحد قتل واحد رماه على باب القبيلة، ناضوا ديك القبيلة راح يتكاتلوا، قتلتوا لنا وليدنا قتلتوا لنا خونا. قالوا علاش نتقاتل؟ سيدنا موسى موجود نروحوا نتشارعوا عنه. شكون قتل هذا الإنسان؟ ربي سبحانه الله سيدنا موسى عليه السلام طلب ربي سبحانه قال له بغينا نعرفوا شكون قتل الإنسان. قال ربي سبحانه قول للناس تاعك بني إسرائيل يذبحوا بقرة. راح لهم قال لهم اذبحوا بقرة باش تشوفوا اليهود. إذا سمعت أنت في اللغة العربية إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة نكرة مطلق بقرة نكرة جت نكرة. لو كان قال اذبحوا البقرة معرفة لابد لا تنصرف إلا بقرة معينة معهودة في الدم، ولكن ما دام قال بقرة أي بقرة تقدر في الطريق تذبحها، سمينة عريضة طويلة عجفاء مقروسة مش ما يهمك، بدأوا يتعنتوا كيفاش داير كيفاش كذا، ورب سبحانه يزيد لهم في الشروط، يزيد لهم في الشروط. لذلك الله صلى الله عليه وسلم يقول شددوا فشدد الله عليهم، حتى لقاو هذيك البقرة بالأوصاف تاعها لقاوها عند واحد يتيم، قرأوا في التفاسير تلقوها لقاوها عند واحد يتيم هو ويماه البقرة. قالوا له هذا البقرة راه طاح فيها الوصف تاع التوراة بيعها لنا. قال لما انا باب ما خلى لي غير هذه كيف نبيع حالكم؟ قالوا له احنا تم التوراة ما قالت غير على هذه، لما شددوا. لو كان ذبحوا اي بقرة في الطريق كان سلكت، فشددوا فشدد الله عليهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وبدات في الحضارة كما يقولوا، وبداوا يسلموا عليه وبداوا يكلفوا له وبداوا كذا، وبداوا الجماعة يتوسطوا حتى رضى ورضى باش قال أن تملأوا مسكها ذهبا، تقدروا الجلد تاعها وتمعمروه بالذهب عاد تدوه، ولاو ينحوا في مساهم ويبيعوا ويشتروا ويجيبوا وكذا، وحتى جابوا كوم قد البقرة تاعنا. هذا قال يلا هد البقرة ذبحوها. واش كاين كي ذبحوها؟ قلنا اضربوه ببعضها، يعني نحوا أي شلخة من البقرة، نحوا قراحها نحوا قعالتها. المفسرين حاضروا، المهم رب سبحانه قال ببعضها، نحي طريف في اللحم وروح اضرب الميت بالميت يطلع الحم. كيف ياخذ ربي يديروها في الرياضيات يقولوا الناقص الناقص يساوي زي، لا تقول ضرب الميت بالميت يرجع حي. راحوا نحاو قرضة من البقرة الميتة وضربوا بها الرجل الميت اللي طايح نار. قال قتلني فلان ابن فلان ابن عمي لكي يأخذ ميراثي، ثم أضرب هذا الرجل مات. عرفوا شكون اللي يقتل هذا الإنسان هذا وعلاش قتل. وبعدين واحد يبغي يفهم يقول طيب وعلاش قال بقرة؟
ما قالش نعجم، ما قالش كذا، ما جاش في حاجة أخرى. خصكم تعرفوا القرآن. باش قلت لكم أنا في الأول اللي بغيت تدبر تفهموه، لأن بنو إسرائيل عندكم الخبر أنهم عبدوا العجل، عبدوا كما تقولوا انتم الوكريف، ولا عبدوا شي سواش تقولوا هذاك يا ربي العجمي ولا الفرد. هذا الوكريف والعجمي والفرد شكون تولدوا؟ تولدوا العودة، تولدوا البقرة. لذلك ربي سبحانه قال لهم الذبح الذي يلد معبودكم، حتى تعلموا أن الذي يلد معبودكم سيموت، وأن معبودكم قد مات اللي هو العجل. حكمة كيفاش اللي يولد لكم ربكم ينذبح، اذبحوه انتم، لأنهم عبدوا العجل، عبدوا الوكريف اللي تولدوا البقرة. قال لهم اذبحوا، إذا اللي يولد لكم ربكم اذبحوه باش تشوفوا نفسه. هذا اللي يولد لكم الرب يموت، إذا الرب ميت تاعكم ما ينفعش. إذا الرب الذي لا يموت هو الله. هنا الحكمة في ذبح البقرة في ذاتها ووصفها. ما قاش الذبح كذا ولا الذبح كذا، الذبح بقرة. وما قاش عجمي، يقول لك العجمي هذاك موسى راه ذبحه ورماه وحرقه ورماه في اليم، يزيدون الذبح اللي تولدوا باش اللي تولد العجمي، والعجمي اللي عبدوا بني إسرائيل ما ينفعش كإله، سيموت ويذبح ويموت. هذا تفسير أهل السنة والجماعة، تفسير مليح ولا ماشي مليح؟ باين واضح. كل كتاب تقرأه تاع التفسير يقول لك الكلام هذا. تعال تقرأ تفسير الشيعة وش يقول؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا بقرة هي عائشة. متى تعرف العرب البقرة تدخل في عائشة؟ ولا بعدين انتم كما قال له واحد بكري يقرأ على الشيخ، قال له فخر عليهم السقف من تحتهم. قال له أنت ما تسمع ما تشوف، إلا تسمع راني مليت عليك فخر عليهم السقف من فوقهم، وإلا في تشوف راه السقف يكون فوق ما يكونش لتحت. قال له أنت ما تسمع ما تشوف، من الشيخ يملي عليه فخر عليهم السقف من فوقهم. قالوا نعم فخر عليهم السقف من تحتهم. قال له أنت ما تسمع ما تشوف، السقف يكون فوق والشوف ودنا أنا مليت عليك. هكذاك هما ما يسمعوا ما يشوفوا. وما لو كنت تسمعوا وتشوفوا البقرة اللي ذبحت في عهد من؟ في عهد بني إسرائيل، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. عائشة وقت جاء يدخل والله. لذلك اللي يقرأ كتبهم هم أجهلوا كما قال العربي، هم أجهلوا من ثمار أبيهم. شوف كيف هم أجهل الناس على البسيطة، لأنهم يذهبون ويأتون هم عجم. شوف كيف والعجم مهما تفصح تبقى لك العجمة وتبقى لك اللكنة وتبقى لك القضية يعني باينة في أسلوبه واضح، ماشي كما اللسان العربي الفصيح. والله تبارك وتعالى نسأل أن يهدينا ويوفقنا، وأن يميتنا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يميتنا على مذهب الحق، مذهب أهل السنة والجماعة، حتى يردنا إن شاء الله بحوضه الشريف إن شاء الله، ويسقينا منه سقيا لا نظمأ بعدها أبدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص وراكم يعطيكم الصحة، صبر أي سيدنا أيوب.